خليني اقول لكم من الحب الحقيقي اللي هو بيعلمنا نسامح وينسينا امبارح ويخلينا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه، والحب الحقيقي اللي بنعرفه بانه يكون عندك رغبه صادقه في العطاء للطرف التاني. تديله حب، تديله اهتمام، تديله احترام، احتواء، تديله مشاعر ووقت وجهد وفلوس، تديله من الجزء الحي فيك، تديله من روحك، تديله من شغفك، من فرحك، من ضحكك، من مرحك، تديله من الخير اللي جواك. يعني يكون عندك رغبة حقيقية انك تساعده، وتكون دايما عايز تسمعه، بتحب تشوفه وهو بيحكي وبيتكلم، ودايما بتحب تبص في عينيه، بتحس معاه ان القعدة حلوة ورايقة. اذا ان هو ده، ايوه ده هو ده الحب الحقيقي. الحب الحقيقي انك بتكون دايما عايز تشارك الطرف التاني كل تفاصيل حياتك، وبتحب مشاركته ليك في كل تفصيلة في حياته. يكون عندك الرغبة في تحمل المسؤولية الكاملة عن الطرف التاني، طبعا دون اعفاء الطرف التاني من مسؤوليته، تحت بند الحب والتضحية، لان دي بدايات علاقات غير صحية. الحب الحقيقي كمان انك تكون بتحبه وهو مطفي، وهو واقع ومجروح، وهي عيانة ودبلانة في السرير، وتجري تعمل لها ينسون وكراوية وتجهز لها الفطار وتجيب لها شاي وبسكوت. كل ده بيقوي العلاقات. انكم تقبلوا بعض في الاخطاء، ورغم الاخطاء والعيوب بتدعموا وتديله مساحة للتغيير. الحب الحقيقي كمان بيساعدك انك تتقبل وتحب نفسك، وما تكونش مهزوز او تفقد الثقة في نفسك. فانتي لو من ساعة ما اتخطبتي او اتجوزتي خايفة ومهزوزة ومش واثقة في نفسك، اعرفي ان في حاجة غلط. لان الحب الحقيقي ما فيهوش تسلط او تحكم او تقييد او ابتزاز باسم الحب او غيره حتى مرضية. بالعكس، الحب بتعرفه انه بيخليك دايما افضل، وبيحرر طاقتك، وبيخلي الطرف التاني يساعدك انك تكون احسن. ولو سألتوا جدي نفسه هيقول لكم ما تصدقوش الكلام ده، لانك عمرك ما تحبه وعمرك ما تحبيه ولا يشبه احتياجاتك حتى لو فرش لك الارض ورد. كمان برضو الحب الرومانسي مؤقت وبيختفي بسرعة، لانه مبني على الانبهار او الانجذاب او الاعجاب، ولكن مش على التفاهم والتوافق. كمان هنا عايز اقول حاجة مهمة، كل واحد فينا ليه لغة حب مختلفة عن التاني. كل واحد بيفهم الشخص او الحب بطريقته، وكل واحد كمان بيقدم الحب بالطريقة اللي بيفهمها، وممكن كمان يتجاهل لغة الحب عند الآخر. من هنا بقى تحصل مشاكل كتير. مثلا نيفين مفهومها عن الحب هو الهدايا والاهتمام، لكن فريد مفهومه عن الحب كلمات التشجيع والتقدير. هو بقى بيبذل كل شيء في وسعه وبيشتغل، وهي بتشوف انه مش بيعمل حاجة اصلا عشانها، وكمان غير مهتم. وهو بيشوف كمان ان هي واحدة مش مقدرة مجهوده. ومن هنا كل واحد فيهم هيتوقف عن المحاولة ويدخلوا في مرحلة صمت وعدم محاولة. حنان وشريف كانوا رايحين يزوروا أصدقائهم. شريف هو سايق بيحكي لحنان إن هو حافظ المنطقة شارع شارع وحارة حارة، رغم إنه كمان حاطط الجي بي إس قدامه، بس هو فاهمها بقى إن هو يعني مجرد وسيلة مساعدة، لكن هو حافظ الطريق كويس جدا. شريف بقى له ساعة بيلف حوالين نفسه، حوالين المكان، حوالين الشارع، مش عارف يوصل، رغم ان هو كان مفهمها ان جده كان بياخده وهو صغير وكان بيجي المنطقه دي. حنان قالت له خلاص ما دام مش عارف الطريق، ارن على بابا او حتى ارن على اخويا عشان يدلنا على الطريق الصح. حنان عايزه تطلع جوزها من الحيره اللي هو فيها، لكن هو هيترجم كلامها على انها غير واثقه من قدراته. هي نيتها بقى انها تسنده وتساعده، لكن هو هيترجم الكلام بشكل تاني خالص. هي بقى مطلوب منها انها تفهم طريقه شريف وان دي لغه حب عنده، لان كلمات التشجيع والتقدير تهمه جدا، مهمه بالنسبه لاي راجل.